Dubai chocolate? Dubai chocolate. Dubai chocolate. Dubai chocolate. Dubai chocolate. Dubai chocolate. Dubai chocolate. Trying Dubai chocolate bars. ما الذي يحدث في العالم؟ لماذا يتحدث الجميع فجأة عن شوكولاتة دبي؟ وليس فقط في دبي، بل من نيويورك إلى لندن وصولا إلى طوكيو. كيف استطاعت قطعة شوكولاتة بسيطة أن تشعل ملايين المشاهدات على تيك توك؟ بل سببت نقصا عالميا في الفستق إلى درجة أن الناس يشترونها ويبيعونها على إيباي بمئات الدولارات. والأهم عندما نفكر في الشوكولاتة، آخر اسم يمكن أن تفكر فيه هو دبي. فما هو سر هذه الشهرة المفاجئة؟ وهل تستحق فعلا كل هذا الضجيج؟ أولا، ما هي شوكولاتة دبي؟ تخيل لوح شوكولاتة بالحليب، لكن بدل أن يكون داخله فارغا أو عاديا تجده محشوا بكريمة فستق تتخللها خيوط من عجينة رفيعة تشبه الكنافة. فهي ببساطة مزيج بين لوح شوكولاتة غربي وحلوى شرقية كلاسيكية. في الحقيقة الإلهام جاء من الكنافة المصنوعة من عجينة الفيلو المفتتة والمعروفة باسم قطايف. القصة بدأت في دبي في متجر للحلويات يدعى فيكس ديزرت شوكولاتيه. هذا المتجر أسسته سارة حمودة، المهندسة البريطانية المصرية التي تركت عالم الهندسة لتخوض مغامرة ريادة الأعمال إلى جانب شيف فلبيني. في عام 2021 ابتكرت هذا اللوح الغريب وأطلقوا عليه اسم You can't get كنافة of it، وهي مثل الجملة الإنجليزية You can't get enough of it، والتي تعني لن تكتفي منها أبدا. سعر اللوح الواحد كان يتراوح ما بين 15 و20 دولار لأنه يصنع يدويا. القصة بدأت كحلوى فاخرة محدودة في دبي، لكن أحدا لم يكن يتوقع أن هذا اللوح الصغير سيصبح لاحقا ظاهرة عالمية تتجاوز حدود الإمارات. حسب العديد من المصادر في عام 2021 كانت سارة حمودة حاملا وتشعر برغبة شديدة في تجربة شيء حلو لكن مختلف. لم ترغب بلوح الشوكولاتة العادي، بل خطرت لها فكرة مجنونة قليلا: ماذا لو جمعنا نكهات الكنافة، الفستق، العجينة المقرمشة مع الشوكولاتة؟ وهكذا بدأت أول تجارب شوكولاتة دبي. ولكي تصقل الفكرة أكثر استعانت بشيف فلبيني، ومن بعد أطلقوا متجرهم الصغير على الإنترنت باسم فيكس ديزرت شوكولاتيه. في البداية كان الإنتاج محدود، حوالي 25 لوح كل يوم، وجميعها تصنع يدويا من دون أي ميزانية ضخمة للإعلانات. المؤسسين اعتمدوا على سلاح أقوى وهو وسائل التواصل الاجتماعي والكلمة المتناقلة والتي تعرف بالإنجليزي بالword of mouth، بحيث بدأوا بنشر صور مغرية للشوكولاتة ودعوا بعض المؤثرين لتجربتهم في دبي. وهنا يدخل تيك توك على المشهد. في ديسمبر 2023 نشرت مؤثرة طعام تقيم في دبي تدعى ماريا فيهيرا مقطع فيديو بسيط جدا وهي تتذوق لوح شوكولاتة الفستق التي تحدثنا عنها. لكن بعد نشر هذا الفيديو جن جنون الإنترنت. ذلك المقطع الواحد حصد أكثر من 120 مليون مشاهدة وقرابة 7 ملايين إعجاب. تخيلوا أن فيديو لشوكولاتة واحدة تفوق في المشاهدات على إعلانات أفلام هوليودية ضخمة، وكان هذا كافيا. المتابعون من كل أنحاء العالم أرادوا أن يتذوقوا نفس الطعم، وخلال أيام اجتاح هاشتاغ دبي شوكولات المنصات، بحيث تحولت صفحات تيك توك وإنستغرام إلى سيل من المقاطع لأشخاص يبحثون عن نفس اللوح ويتذوقونه أمام الكاميرا أو حتى يحاولون صنع نسخ منزلية منه. السر مزيج مثالي من 3 عناصر: شوكولاتة نادرة من مدينة براقة وهي دبي، شكل مميز لا ينسى، وجرعة مركزة من الفومو، يعني خوف الناس من تفويت تجربة أفضل شوكولاتة في العالم. فتخيلوا أن هذا المنتوج لم يكن منتجا ضخما من شركة عالمية، بل مجرد قطعة منزلية صنع من متجر صغير في دبي. ومع ذلك بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة عالمية بين ليلة وضحاها. المتجر الصغير فيكس شوكولاتيه وجد نفسه أمام مشكلة جميلة: الطلب أكبر من قدرته على الإنتاج. وهنا تبدأ المرحلة الأكثر إثارة في القصة. كلما زاد شغف الناس بشوكولاتة دبي اكتشفوا أنها ليست سهلة المنال. فتذكروا كما قلنا قبل بأن هذه الشوكولاتة كانت تباع فقط بشكل محلي داخل دبي عبر تطبيقات التوصيل من دون تصدير أو فروع خارجية. يعني لو كنت تعيش في نيويورك أو لندن ببساطة لن تحصل عليها إلا إذا عرفت شخصا قادما من دبي أو دفعت ثمنا خياليا لأحد البائعين على الإنترنت. ومعروف أن الندرة دائما تصنع الهوس، وهذا فعلا ما حدث. تحول عشاق الشوكولاتة والمضاربون الأذكياء إلى ما يشبه السوق الرمادية لشوكولاتة دبي، بحيث صار الناس يبيعون الألواح على إيباي بأسعار مجنونة. لوح واحد ثمنه 20 دولار في دبي يباع بأكثر من 100 دولار في الخارج، بل حتى في بعض العروض وصل السعر لأكثر من 300 دولار للوح الواحد، أي مئات دولارات مقابل قطعة شوكولاتة واحدة. ومن هنا جاءت ألقاب مثل بيركن شوكولات. يعني البعض يشبه هذه الشوكولاتة بحقائب إغماس المشهورة لأنها أصبحت رمزا للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها مجرد حلوى. في أوروبا عندما طرح صانع شوكولاتة سويسري مشهور دفعة محدودة من شوكولاتة دبي، وقف الناس في طوابير لساعات طويلة ليظفروا بلوح واحد فقط. وفي بريطانيا
خلال عرض خاص على تيك توك لنسخة مقلدة رخيصة من دبي تشوكلت بيعت 6000 قطعة في ظرف ساعة واحدة، بل أن بعض المتاجر الراقية مثل ويتروز اضطرت لتحديد الكمية لكل زبون وهي قطعتين فقط لأن الرفوف كانت تفرغ فورا. وهنا الجزء الأغرب من القصة، هذا الهوس لم يضرب فقط الأسواق بل هز سوق الفستق العالمي كله. كل لوح من شوكولاتة دبي يحتوي على كميات كبيرة من الفستق، ومع ملايين الأشخاص الذين يريدون تجربة هذه الشوكولاتة فجأة أصبح الطلب على الفستق جنونيا. بدأ تجار المكسرات حول العالم يبلغون عن نقص حاد في حبوب الفستق. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أكبر منتجي للفستق شعروا بالضغط، حيث في عام واحد قفزت الأسعار بنسبة 35% من حوالي 7.6 دولار إلى أكثر من 10 دولارات للرطل الواحد. والذي زاد الطين بلة هو أن موسم الحصاد في كاليفورنيا كان ضعيفا أصلا، وجاءت موجة شوكولاتة دبي لتلتهم ما تبقى من الإمدادات. وفي المقابل قفزت صادرات الفستق الإيراني لأكثر من 40% إلى الإمارات وحدها لتلبية الطلب الجديد. فمن كان يظن بأن لوح شوكولاتة الشهر على تيك توك يمكنه أن يؤثر على الزراعة العالمية قد يبدو الأمر سخيف، لكنه حدث فعلا. درس واقعي كيف يمكن لضجة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تهز الاقتصاد الحقيقي. وصدقا إن لم تكن هذه ألد تجربة لقاعدة العرض والطلب فلا نعلم ما هو. مع هذا الطلب المجنون على شوكولاتة دبي لم يكن مفاجئا أن تظهر نسخ مقلدة في العالم، لكن هنا تبدأ القصة. هل يمكن لشركة واحدة أن تمتلك اسم شوكولاتة دبي؟ الجواب القصير ليس حقا. فمصطلح شوكولاتة دبي هو ببساطة يصف ما هي، يعني شوكولاتة من دبي، ولذلك لا يمكن اعتباره علامة تجارية حصرية. بعض خبراء الملكية الفكرية يشرحون بأن القاعدة واضحة، لا يمكنك تسجيل اسم وصفي تماما مثل مدينة زائد منتج. يعني مثلا لا أحد يمكنه احتكار اسم شوكولاتة بلجيكية أو بيتزا نيويورك. هذه الأسماء تعتبر عامة ومن حق أي جهة أن تستخدمها. وبالفعل عندما اشتعلت الموجة الكل دخل اللعبة. بحلول أواخر 2024 بدأ الجميع من صناع الشوكولاتة الفاخرة إلى سلاسل المتاجر الكبرى بإطلاق نسختهم الخاصة من شوكولاتة الفستق والكنافة. شركة لينت السويسرية أطلقت لوحا باسم شوكولاتة على طريقة دبي ونفذ خلال أيام. شركات مثل نستلي ومتاجر مثل ألدي، ليدل، كوسكو صارعت جميعها لركوب الموجة، بل حتى وصل الأمر إلى ستاربكس الذي بدأوا في تقديم مشروبات وحلوى مستوحاة من شوكولاتة دبي. ببساطة صار العالم كله يملك تصريحا مفتوح لاستغلال الاسم ولا أحد يستطيع إيقافه. لكن بالنسبة لسارة وفريق فيكس شوكولاتيه هذا النجاح كان سيفا ذو حدين. من جهة شعور جميل أن فكرتك صارت ظاهرة عالمية، لكن من جهة أخرى مؤلم أن ترى اسم شوكولاتة دبي في كل مكان في العالم على منتجات تصنعها شركات ضخمة، بينما أنت صاحب الفكرة الأصلية لا تحصل على شيء. بعض المؤسسين صرحوا علنا بأنهم يخشون من أن النسخ الرخيصة قد تسيء إلى سمعة المنتج. فالمهندسة المصرية سارة قالت في حوار لها مع BBC أن أكثر ما يزعجها هو أن الناس قد يجربون نسخة سيئة ثم يظنون بأن شوكولاتة دبي مجرد مبالغة إعلامية. من الناحية القانونية لم يكن بيدها شيء لتفعله ضد المقلدين في الخارج. أما مصطلح دبي تشوكلت فقد أصبح تعبيرا عاما. في بريطانيا مثلا تعتبر السلطات بأن المستهلكين يستخدمون الاسم لوصف أي شوكولاتة بحشوة فستق وكنافة بغض النظر عن الشركة المنتجة. بمعنى آخر اللعبة انتهت ولا أحد يمكنه احتكار الاسم. وحتى في ألمانيا أثيرت قضية طريفة حول ما إذا كان مسموح بتسمية شوكولاتة دبي على منتج هو أصلا ليس من دبي. فحكمت المحكمة بأنه يفضل أن يستخدم الاسم فقط للمنتجات المصنوعة في دبي، لكن تطبيق ذلك عمليا هو شبه مستحيل. لننتقل الآن إلى الجانب التجاري من القصة. الغريب في الأمر أن ظاهرة شوكولاتة دبي لم تظهر من فراغ، بل تزامنت مع تغيرات كبيرة في اقتصاد الشوكولاتة العالمي. في عام 2024 تقريبا كانت أسعار المكون الأساسي للشوكولاتة الكاكاو ترتفع إلى مستويات قياسية. ضعف المحاصيل ومشاكل سلاسل التوريد في غرب إفريقيا حيث يزرع معظم كاكاو العالم أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني لتكاد تتضاعف خلال عام واحد فقط. شركات الشوكولاتة الكبرى بدأت تشعر بالاختناق، فأسعار كاكاو مرتفعة تعني خيارين وكلهما مر: إما رفع الأسعار وخسارة الزبائن أو القبول بأرباح أقل. لكن وسط هذا الضغط جاءت شوكولاتة دبي وكأنها قبلة نجاة بطعم الفستق. كيف ذلك؟ فكر في الأمر. مكونات هذا اللوح تحتوي على كميات كبيرة من كريمة الفستق والعجينة المقرمشة، أي أن نسبة الكاكاو في هذا النوع أقل بكثير من أنواع الشوكولاتة التقليدية. وهذا يعني ببساطة بأن تصنيعها يستهلك كاكاو أقل، وبالتالي التكلفة الإجمالية ستكون أقل. وصناع الشوكولاتة لاحظوا هذه النقطة بسرعة، وبدأ الكثير منهم باستغلال موجة شوكولاتة دبي لأنها سمحت لهم بإطلاق منتج جديد وفاخر وفي نفس الوقت تقليل الاعتماد على الكاكاو. فصحيح بأن الفستق ليس رخيص، لكن حينها لم يكن قد شهد ارتفاعه الكبير. دبي تشوكلت أثبتت أنه في عصر السوشيال ميديا يمكن لوصفة محلية صغيرة أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. فإذا سبق لك تجربة هذه الشوكولاتة فهل تعتقد أنها بالفعل تستحق هذه الشهرة أم أنها مجرد مبالغة إعلامية؟ ولا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. كان معكم أنس، أشوفكم في فيديو جاي.